ننتقل الآن متابعينا الكرام إلى المجموعة سي شباب ولا؟ طيب خلينا ننتقل مجموعة سي نشاهد جرافيك. ألف مبروك، فوز الفريق الأهلاوي حسمها هناك في إيران. المحترفين الثلاثة جاءوا بالفوز 4 أهداف، هي ما حسمت الفريق الأهلاوي الفوز. نقاط مهمة بكل تأكيد حصلوا عليه. نشاهد ترتيب هذه المجموعة. المجموعة هي الأهلي السعودي متصدرا لها ب9 نقاط كاملة، الغراف القطري 6 نقاط، ثانيا سبهان ثالثا ب3 نقاط، النصر الإماراتي لا شيء. فيكتور سيموس وسيزار وعماد الحوسني انهوها اليوم لصالح الأهلي. الأهلي حسن ما شاء الله عليه وعيننا عليه باردة في الآسيوية، بدأ يبدع، خصوصا من نتكلم عن الموسم الماضي. الآن أيضا يعني كامل نصيبه من النقاط يحصل عليها. هو بالفعل تجربة الأهلي في العام الماضي يعني ساهمت بشكل كبير في أنه يعني يدخل المنافسة الآسيوية أيضا، وهو صاحب تجربة جيدة. ناهيك عن أنه أهم الأهداف الاستراتيجية عند إدارة الأهلي هو تحقيق اللقب الآسيوي، إن لم يكن أهم الأهداف التي يعني وضعتها في الاعتبار الإدارة. أنا أتصور أنه الأهلي مؤهل، تصدر مجموعته اليوم ب9 نقاط، فاز داخل أرضه وخارج أرضه، وفاز خارج أرضه على فريق يعني اللي هو الفريق سبهان، من الفرق اللي كانت مؤهلة أيضا للتأهل عن هذه المجموعة. أنا أعتقد إنه الأهلي تبقت له مباراتين على أرضه، يعني ربما هو صدارة هذه المجموعة ستكون يعني في متناول اليد متى يعني استمر الفريق بنفس العمل الفني الميداني، عدم التساهل في التعاطي مع المباريات القتالية عليها. اليوم يعني للحقيقة كان الفريق يعني يؤدي بشكل جيد، رأيناه يعني يخسر في بداية المباراة وبهدف مبكر. ظهرت شخصية الفريق حقيقة بعد ذلك، كان في نوع من الارتباك في بداية المباراة، بعدين شفنا الفريق رجع بشكل مميز، سجل هدفين وهدفين آخرين في الشوط الثاني، يعني تقاسمت 4 أهداف الشوطين، وكانت النتيجة ممكن تصل إلى أكثر من ذلك، لكن تساهل أو رعونة من بعض اللاعبين في الاستفادة من الفرص حقيقة اللي اتيحت للفريق كثيرة. ولذلك يعني أنا أعتقد أنه تحدث هو أليكس يعني سابقا عن إهدار الفرص عند المهاجمين. يعني أنت الآن عندك في الوسط الأهلي لاعبين يسجلون والهجوم يسجل بشكل مستمر، ربما أنه في خط الظهر ما زال الانسجام أقل كفاءة، ولذلك احنا رأينا هدفا ثانيا يعني كان من المفترض أنه ما يأتي. لكن الدقيقة 22 والهدف الأول لفيكتور هو اللي خدم الفريق أنه يعني يقدم مستوى، تكون عندهم الثقة أكبر، خصوصا أنك تلعب في إيران. أنا أعتقد أن الأهلي متى ما لعب بشكل يعني المعتاد وبطريقته اللي يعني تعود عليها، فمن الصعوبة حقيقة أنك يعني تأخذ منه يعني نقاط. اليوم يعني شفنا حقيقة روح الفريق ظهرت، الأطراف اشتغلت، الهجمات توالت، يعني كان في حقيقة إصرار من اللاعبين على الكسب، وهذه نقطة مهمة تجير اللاعبين، خاصة أنهم قدموا مباراة في الدوري لم تكن جيدة أمام الرائد وخسروا، وواضح أنه التركيز كان عالي في البطولة الآسيوية من خلال 9 نقاط حققها الفريق، ورغبة يعني جامحة حقيقة في الوصول لأدوار متقدمة من هذه البطولة، رغم تغيير وللأمانة مؤهل يعني. نعم، رغم تغيير المدرب في يعني لحظات خلينا نقول يعني مزعجة شوي لأكثر الجمهور، إلا أنه نشاهد الأهلي ما شاء الله عليهم، يعني أليكس جالس يقدم فريق بشكل مميز. أيضا نتكلم عن المحترفين الموجودين، فيكتور، عماد الحوسني، سيزار، اليوم هم من حسموا المباراة. صحيح. بالتأكيد هو اللعب جماعي، لكن صحيح. هم من خلال أهدافهم اللي قدموها. أيضا المحترفين يساعدون الأهلي حتى في هذه المرحلة في آسيا، خاصة برونو سيزر اليوم يعني قدم مباراة يعني جميلة جدا، سجل هدف جميل وساهم مع زملائه في صنع الهدف، أحد الأهداف أو هدف من الأهداف الأربعة
وكان يعني نقطة فارقة واضحة في منتصف الملعب. نعم. يعني لم يتأثر الفريق مثلا بانخفاض بعد أداء لاعبي الوسط، كان يعني يلعب بشكل جماعي وبشكل جيد. بالنسبة لأليكس من المدربين اللي كان مع الأهلي في الموسم ما قبل الماضي ويعرف الفريق، معظم العناصر تقريبا الموجودة يعني شاهدها من قبل واطلع عليها، ولذلك هو يعني من بيئة الأهلي، يعني يعرف اللاعبين ويعرف الأسلوب الفني المناسب للفريق. ريح نفسه الأهلي الآن طبعا بتأكيد الحال الأهلي يعني أنا أعتقد أنه على مرمى نقطة واحدة من التأهل للدور الثاني، وهذا يعني الكثير، لكن صدارة المجموعة تتطلب أكثر من نقطة واحدة، وتصور أنه الفريق يعني قادر على حسم صدارة هذه المجموعة، ويبقى الصراع حقيقة على المركز الثاني بين أفراد المجموعة، وهذا شيء جميل كبير يا أهلي. طيب أسامة، الأهلي يغرد خالد السر في هذه المجموعة، يحسم أينما ذهب. مؤكد طبعا الأهلي الآن لما حصلت النقاط كاملة وهي 9 نقاط في المرحلة الأولى وينتقل الآن للمرحلة الثانية، قادر أنه يصل إلى أبعد من ذلك في النقاط يعني. وطبعا الموسم الحالي والنسخة الحالية 2013 قد لا يكون فيها ميزة الدور الثمان أو عفوا دور 16، كون في السابق كنت تلعب مباراة واحدة دور 16، بالتالي تكون عندك متصدر. الآن تلعب ذهاب وإياب في دوري 16، بالتالي فقدت ميزة أنك تلعب على أرضك. اهم شيء طبعا الاهلي انه ضمن ما نسبته، انا اقول يمكن نسبه 80% انه الاهلي الان ضمن فرق ال 16 او اول فريق سعودي يصعد الى هذا الدور، دور 16 اسيويا. باقي مرحله ثانيه الاهلي مثل ما احنا عارفين انه يرجع يلعب مباراه السبهان وبعدها مباراه اللي هي ايضا بعد الغراف اللي هي ايضا الفريق القطري، عفوا النصر الاماراتي، يعود ثاني مره في كلها عنده في مكه. فكل هالمباراتين كفيله انه ترفع رصيده النقطي الى يصل في حدود ال 12 الى 15 نقطه، يضمن فيها مؤكد انه سيكون صدر، لكن ليس الطموح. طبعا الاهلي وصيف اسيا الموسم الماضي والنسخه الماضيه، نعم. ليس الطموح انه يصل الاهلي الى دور 16 او دور 8. أكيد. طموح الاهلاويين الان هو الحصول على اللقب، يعني انتهت من موضوع انه والله يعني رهبه اسيا ورهبه وصول الى ادوار متقدمه، رهبه عاشوها الموسم الماضي، يمكن قبل 4 شهور عاشوها الاهلاويين، رهبه وصول الى مباراه نهائيه. كل هالاشياء تتلاشت الان، الاهلاويين يبحثون الى وصول ابعد من ذلك، هو حصول على اللقب، يصنفون انفسهم كفريق يحصل على لقب اسيا، وهذا ان شاء الله ما سيسعى له الاهلاويين في قادم الايام. النقاط كامله للاهلي في هذه المجموعه. ننتقل ايضا